لقاء الأسبوع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر بريس 23، يسلط الضوء على كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من بريس 23 أنا كاو عيسو حيكم في برنامجنا الأسبوعي لقاء الأسبوع. ما هي نقطة الالتقاء بين الفن والسياسة وخصوصا في الأزمة السورية؟ وما هو دور الفنان السوري في هذه الأزمة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على الفنان الكردي السوري ريبر وحيد من دمشق. أهلا بك أستاذ ريبر في برنامجنا لقاء الأسبوع. خبرني يا طير عن كل الحياة. أهلا وسهلا أخي كاوا، وأهلا وسهلا بكل المستمعين أينما كانوا وأينما وجدوا. طبعا صديقي، الفن والسياسة والفن وكرة القدم والفن والرياضة كله بيتشابه ببعض، بس القواعد فقط بتتغير. الفن انك انت عم تخلي العالم كله تشاهدك وتتابعك وتخليك تنبسط معك. اما السياسة فبتخلي العالم تتابعك، واغلبهم بيبزقوا على السياسي لانه السياسي كذاب. اما بالنسبة للفن ففي فن هابط وفي فن جيد وفي فن ممتاز، بس بالنهاية بيضل افضل من السياسي. ليش؟ لانه الفن ما فيه كذب. اما السياسة هي اللغة ثعلبية. الفن ما بيخلي الشعوب تدفع الثمن. الفن ما بيخليك مثلا تخسر حياة انسان، بس السياسة بتخلي الشعوب تدفع الثمن وبتخلي الشعوب تتشرد وبتخلي الأطفال تتشرد. الفرق ما بين الفن والسياسة أنه اثنيناتهم فن، بس الفن لسعادة الناس ومهد الحضارات وبناء الأوطان. الفن يعني الفن تعرف الأمم بفنونها. أما السياسة إما لإنشاء البلاد أو لدمار البلاد، والأغلب للدمار، لأنه السياسة فن بتلاعب الشعوب. السياسة فن بتلاعب الشعوب، وهو فن الكذب والثعلبة. هذا الفرق بين الفن والسياسة. الأزمة السورية طبعا الفن كان متملق. في قسم استخدم الفن بالأزمة السورية ليعبي جيوبه، وفي قسم منهم وأكثرهم يلي من طبعا من الطرفين، ولكن الأكثر هنا من ناحية النظام. يعني في كتير ناس متملقين ما كانوا على الساحة، بلشوا بالوطنية طبعا وتكافأوا، بينما هناك فنانين وقفوا مع سوريا، يعني وقفوا مع وطنيا، بس يعني للأسف ما انكرموا. أنا بقول لك إياها من الأخير. يعني نحن دائما وأبدا الفنان الذكي هو اللي بيوقف مع الأوطان مو مع الأشخاص. الفنان الشريف الكويس الوطني هو اللي بيوقف مع بلده مو مع الحكام أو الأمراء أو الشيوخ ليعبي جيوبه. أنا هذا رأيي. طبعا الفنان يجب أن يكون فنان بكل معنى الكلمة. وبالأزمة السورية يعني في فنانين استفادوا من النظام وانقلبوا ضد النظام. أنا برأيي أنه هاي كانت مصلحة. يعني شو معنات أيام النظام كنت تغني عليه وبعدين صرت تنقلب عليه. وفي فنانين ما كانوا يغنوا عن النظام وما كانوا، يعني كانوا دائما يعملوا حالهم معارضين وصاروا يغنوا عن النظام. أنا بعتبر أنه هدول فاشلين ومتملقين. أما الفنان اللي بيضل دائما مع موجة الشعوب وموجة الوطن، فنان بيضل بكل معنى الكلمة هو ملك للشعب وليس ملك للكراسي ليعبي جيوبه. طبعا هذا رأيي الخاص اللي أنا بقول لك إياه، أنه يجب الفن أن يكون لا لغة له للشعوب، لا للأنظمة ولا للأمراء والشيوخ لتعبئة الجيوب. صار معناته فنان بالمال. بعد 6 أعوام من عمر الأزمة السورية، ما دور الفنان السوري في هذه المرحلة وماذا قدم؟ 6 سنين من الأزمة السورية. دوري أنا أولا ماني رجل بعثي ولا رجل تابع لأي حزب ولا استفدت من هالنظام بقرش. بالعكس، أنا 2002 مثلت سوريا عالميا
الحكومة هاي ما قدمت لي شيء، ومهرجان المحبة والسلام 2004 عملت حادث تعالجت على حسابي، وعملت أغنية ب6 لغات عن سوريا ما حدا قدر يعملها وما انكرمت. وحتى في سوريا ما تزعل مني قدمت أنا عن المغتربين وعن المعاقين وعن الرياضة وأغاني وطنية عن سوريا وعن حضارة سوريا ومحبة سوريا، وغنيت سوريا بكل اللغات، ولكن لم أنكرم. طبعا هذا آخر همي إني أنا لم أنكرم، مو مهم إلي إني أنا أنكرم ولا لا، المهم إني أنا قدمت شيء لبلدي، أنا أقدم شيء لبلدي. دوري بهالأزمة إني أنا الحمد لله رب العالمين كنت إنساني، أنا دوري كان إنساني وليس سياسي، لأني أنا ما بعترف بالسياسة، لأنه هون بالوقت الحالي بيقول لك سياسة ومعارضة وفلان وفلان، هاي كلها ما خرطت مشطي. نتيجة هالأزمة ما حدا خسر غير الشعب السوري، هو اللي دفع الثمن يا صديقي، وهو اللي تشرت. شو استفدنا من كل الأطراف؟ قل لي. قتل ودمار وتخريب وما ضل شيء بسوريا. أنا دوري كان دور إنساني لمعاناة الإنسان السوري، لمعاناة الإنسان السوري الكردي العربي أينما كان، بالمخيمات بالحصار. هذا كان دوري، أني أنا أوقف مع السوريين إنسانيا، فك عقاب الرقاب، الأسرى، الاحتياجات الخاصة، أمراض السرطان، الأغذية. هذا دوري في الأزمة السورية. أنا هذا دوري، وأنا هالشي هذا بيمثلني. أما والله أني أصير رئيس مبادرة كردية وطنية وأكذب مثل غيري منافق، أستغل اسم الأكراد وأعمل لي حالي ممثل الأكراد بجنيف، ولا أعمل لي حالي أمين حزب شباب الوطني بالكذب والنفاق والدجل لعبي جيوبي، فهالشي هذا لا، أنا ما بقدر عليه، لأني ماني ممثل غير نفسي. فلذلك يا صديقي الإنسان دائما وأبدا لازم يعرف حده. فالأزمة السورية أنا دوري كان إنساني وبيضل إنساني، وما في غير الإنسانية، لأني أنا والعياذ بالله من كلمة أنا، الإنسانية هي اللي تمثلني. أما السياسة وهالأمور الثانية التملق هاي كلها نفاق ودجل وكذب وضحك على الدول. الجانب الفني يا صديقي، أنا مو قصة إني أنا مقصر، ولكن التقصير صار في سبب القدر سبحانه وتعالى. أنا عملت حادث من هيك ضل شي 6 سنين بعيد عن الفن، ولكن بالأزمة السورية أنا عملت 3 أعمال. كانت الأولى سوريا بكل اللغات، اللي أنا عملتها باللغة العربية والكردية والآشورية والأرمنية والسريانية والشركسية. طبعا كان أول عمل في تاريخ سوريا، ولليوم ما حدا غنى بهاللغات، والحمد لله مثل ما أنا قلت لك ما تم تكريمنا، بينما البعض غنوا على الأشخاص وغنوا على شيء انكرموا. طبعا هذا آخر همنا. أنا قلت لك إنه نحن عندي شيء واحد، إني أنا لما بدي أغني بغني على الوطن. والعمل الثاني كمان أنا عملته دقيقة صمت، عملته لأرواح شهداء الأطفال وشهداء سوريا، يعني عملته للدم السوري، مو دم خاص، عملته للدم السوري. والأغنية الثالثة عملتها حنين وطن، عن المهجرين وعن النازحين وعن آلامهم وعن معاناتهم وعن بعدهم عن بلدهم. فأيضا كمان كان هذا العمل سوري بامتياز، يعني إن أنا طريقي هو سوري بامتياز، إني أنا أشتغل سوري وإنساني وعاطفي، يعني لا يخص شيء. والحمد لله هلا طبعا في عندي تحضيرات على مستوى الأغنية الشعبية. هلا أنا إن شاء الله قريبا بدي أنزل أغنية شعبية جديدة، كوني أنا ما غنيت شعبي، بس بدي أنزل أغنية شعبية مميزة جدا. وكمان في عندي أسماء الله الحسنى ب99 لغة إن شاء الله، يعني إن شاء الله رح أنفذها. وفي عندي مجموعة مطربين على مستوى الوطن العربي بدي ألح لهم، منهم أليسا، وفي نانسي عجرم، وفي إن شاء الله ديو. طلبته هيفا وهبة لما كانت بكردستان بأربيل، سألوها أنه أنت بتحبي الفن الكردي؟ قال والله أنا ما كنت أعرف الفن الكردي، أنا حبيت اللهجة الكردية وعشقت الأغنية الكردية من خلال ريبر وحيد، وأنا أتمنى الغناء مع ريبر وحيد.
فلذلك إن شاء الله يعني من المحتمل أن نعمل ديو مع هيفا، نعمل أغنية عربية وكردية. هذا الموضوع أيضا عم ندرسه. وتعرف أنت وضع الوطن العربي يعني على كف عفريت، فالفن كمان كل شيء بيتأثر بالأزمات، يعني حتى الاقتصاد بيتأثر، حتى النفس بيتأثر، حتى الفن بيتأثر. ونقول إن شاء الله نحن ما منقصر، نحن وقفنا مع الأزمة ووقفنا مع الكل، وإن شاء الله الله يفهم. تم إدخال مساعدات غذائية إلى منطقة الشيخ مقصود بحلب ذات الغالبية الكردية وإلى مدينة عفرين بمساهمة منك أستاذ ريبر، كيف تم ذلك؟ يا صديقي، أنا سبق وقلت لك أني أنا دوري إنساني. عفرين صار لها سنة ما دخل عليها شيء، لذلك جاء أهل عفرين حكوا معي أنه منظمة الهلال الأحمر يلي بعفرين ما عملت لهم شيء. فطبعا أنا قمت بدوري واتصلت مع جهات منظمات إنسانية، وبالمقابل منظمات إغاثة ودولية. والحمد لله رب العالمين تم التنسيق مع حلب ومع الإدارة العامة في الشام، وأمنت شحنة أدوية الحمد لله رب العالمين لمدينة عفرين الغالية على قلبي عن طريق منظمة الهلال الأحمر بحلب. والحمد لله رب العالمين دخلت هذه المساعدات بمساعدة نبل والزهراء، لأنه أنا أهل نبل والزهراء كان لي موقف إنساني معهم، أنا بتشكرهم كتير. يعني أهل نبل والزهراء ما نسيوا هالشي هذا اللي أنا ب 2013 لما صار عليهم حصار الحمد لله إنسانيا قلت لك أنا، وين ما وجد السوري إنسانية وأي إنسان أنا بساعده. فنبل والزهراء كان بدهم حليب وطحين، والحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى أمنت لهم إياهم. وهذا الموقف ما نسيوا أهل نبل والزهراء. لذلك الشحنات اللي عم تدخل نبل والزهراء عم تدخل على عفرين. ما بدي أقول لك إني أنا كل بالكل كغيري، ولكن الحمد لله بفضل الله عن طريق اسمي عم تدخل، لأني الجماعة ما نسوا هذا الموقف الإنساني اللي أنا وقفت معهم. وبكرة إن شاء الله يوم الأحد 13 آذار بدها تدخل 10 شاحنات للعفرين من بطانيات ومواد أغذية، وإن شاء الله رب العالمين قريبا راح أروح على حلب وزور عفرين، وإن شاء الله أي منطقة ما منقصر معها. وبالنسبة للشيخ مقصود يا صديقي الغالي، الشيخ مقصود دخلنا عليها وجبات، طبعا وجبات أكل، لأنه ما فينا ندخل سيارات، ما فينا. فهل وجبات الأكل عم تدخل إن شاء الله، وربطات الخبز عم تدخل، وإن شاء الله راح أدخل على الشيخ مقصود كمان نشوف شو في نقص أدوية وما منقصر معهم، كلهم سوريين. هل هناك مساعدات ستدخل إلى مناطق أخرى من سوريا سيد ريبر؟ طبعا هناك في مساعدات تانية، طبعا دخلناها لمضايا، ودخلناها للمعظمية، ودخلناها للغوطة، ودخلناها لكتير مناطق عم ندخل فيها الحمد لله رب العالمين. أنا قلت لك مو عفرين بس، لا بالعكس، مو مناطق كردية بس، لا، المناطق عم تدخل فيها والحمد لله رب العالمين. كوني سفير ذوي الاحتياجات الخاصة بمنظمة السلام العالمي، فهذا واجبي. قلت لك أنا إنسانيا أنا ما بتعامل لا مع الإرهاب ولا مع السياسة ولا مع الأطراف السياسية، أنا زلمة إنساني، وبس تكون إنساني الله بيحبك، مين ما بيكون. المهم تشتغل إنسانيا، وما في أجمل من الإنسانية. وطبعا في مناطق تانية هلا في عداد جدولنا إن شاء الله، بس يزول فيها الخطر، لأنه أنت بتعرف لما بيكون فيه اشتباكات ما فينا ندخل، حفاظا على حياتنا وحياة الجروب اللي معنا. فإن شاء الله رب العالمين في مساعدات، وإن شاء الله هيك الله يفرج هالهم وتخلص الأزمة. سؤال الأخير سيد ريبر، ماذا تتمنى على الصعيد الكردي والسوري؟ هلا ما أتمناه على الصعيد الكردي بالدرجة الأولى، هلا إذا بدنا نرجع لتاريخ الأكراد نحن ما بنتعلم من أخطائنا. هلا جل ما أتمناه أنه الأكراد يصيروا الأكراد، يعني مو يصيروا 2000 حزب و2000 رأي و2000 فصيل و2000 كذا. العلة تبعنا بالطرفين بالأكراد إنه روسهم كبار،
يعني الطرف الثاني راسه كبير والطرف الثاني راسه كبير، هذا عنيد وهذا عنيد، هذا بيحب حاله وهذا بيحب حاله. المصيبة انه الاحزاب الكردية كمان صايرة مثل المسبحة وما لها خيط، ومين اللي عم يدفع الثمن؟ الشعب. والمشكلة انه صارت في سوريا تحديدا نحن صرنا تابعين لتركيا وللعراق، يعني انا بحكيها دغري. هلا نحن السوريين اكراد سوريين النا كيان خاص، النا استقلالية خاصة، عنا شيء خاص، يعني كل الناس خير وبركة، الاشخاص على راسي وعيني. لكن انا اليوم مثلا الرئيس الروسي ما بيصير رئيسي، انا ماني تابع لروسيا ولا تابع لإيران ولا تابع للعراق ولا تابع لتركيا. نحن السوريين هون الأكراد السوريين لازم يتفقوا مع بعضهم ويعيشوا تحت كنف رأي واحد. لا رأي تركيا ياخذنا ولا رأي العراق ياخذنا ولا رأي أربيل ياخذنا ولا رأي آمد ياخذنا. أنا هذا رأيي، طبعا عم بحكي رأيي، أنه نحن طول عمرنا نحن الأكراد السوريين تابعين. هذا الحكي طبعا أنا ما لازم يكون لنا شخصية، لازم يكون لنا كيان، أنه نحن الكرد السوريين هم الأقوى والأذكى والأجدر بكل أكراد العالم. نحن نكون تابعين يعني شخصيا بدي أحكيها كرموز أشخاص، يعني طبعا كل الأشخاص بحطهم على راسي رموز الأكراد، من سروك عبد الله أوجلان وسروك مسعود البرزاني وسروك مام جلال، هدول أنا بحبهم كتير. ولكن أنا أقول عن نفسي أني أنا مثلا لا يمنع أني أنا كمان يكون عندي مثلا يعني رمز في سوريا نقتني فيه، نكون رأي واحد، نتوحد. يعني حلو لما يكون لك كيان خاص ولك شيء خاص فيك كثقافة تحافظ على حالك. يعني سوريا مهد الحضارات، وقامشلي مدينة قامشلو حلوة، ومنطقة عفرين وكوباني وديريك ودرباسية وعامودة، كل هالمناطق حلوة كتير، فيها ثقافات وفيها إبداعات وفيها روس سياسية كبيرة وفي فكر. لا يمنع انه نحن نعيش تحت كنفنا، مو تحت تابعين لغيرنا، والله ناخذ اوامر من فلان واوامر من فلان. انا هذا رايي الشخصي، عم بحكي عن حالي. اما سوريا طبعا نحن ما قلت لك انه نحن ما بنتعلم من تجاربنا. الان الورقه الرابحه لامريكا هم الاكراد، ولروسيا هم الاكراد، وحتى للنظام السوري الاكراد. بس يا خوفي انه هالورقه بس الكل بيتقوى تنحرق وينقلبوا عليه. أنا بدي أقول لك شغلة، إنه لازم يتعلموا الأكراد من بعضهم. هن اشتغلوا صح بالأزمة، ويعني في قسم اشتغل صح وفي قسم ما اشتغل صح. لكن القسم الأكبر إنه تحت شعار إنه الحفظ العرض والأرض، إنه يعني يجوز إنه تكون دبارة سياسية. هاي الأمور السياسية أنا قلت لك ما بتدخل فيها، ولكن أنا بقول إنه الأقوى على الأرض لازم الواحد يعني يكون يفهم مدى قوة الإنسان على الأرض، إنه لما بيدفع شهداء بيدفع لحفاظ إنه إنك تعيش بكرامة وبأمان. فلذلك على المستوى السوري أنا ما بتصور إنه جنيف ينجح. لا، جنيف ما بينجح إلا باتفاق إيران والسعودية، وإلا باتفاق أمريكا وروسيا. مثل ما أنا قلت لك، بس تتفق السعودية وإيران خلاص الأزمة انتهت. مثل ما أنا عمل لك، بس اتفقت السعودية وإيران وأمريكا وروسيا الأزمة السورية انتهت. لذلك هلا نحن تابعين لقرارات دولية، الله وكيلك، ونحن صرنا مثل السوريين الأكراد التابعين للعراق ولا تركيا. نحن كمان هون السوريين بسوريا صاروا تابعين شيء لأمريكا، شيء لروسيا، شيء تابعين للقرارات الدولية. طبعا اللي أنا بتمناه من الله سبحانه وتعالى، الله يعم السلام بهذا البلد ونضل أخوة. أنا ما عندي فرق لا بين عربي ولا كردي ولا عجمي ولا شيء. نحن كلنا لازم نحب بعض، لأنه الإنسانية والدم الأحمر دائما دم أحمر صديقي، يعني ما في شيء دم أزرق. وطبعا بالنهاية أنا بتشكرك وبتشكر الجروب تبعكم، وطبعا بيشرفني إني أنا كنت معاكم، وتحياتي لكم
ولكل الجميع، ونتمنى تكون سنة خير على الكل وبيروز بنا وروزا كوردا. يعني إن شاء الله كل عام وكل أكراد العالم بخير، وكل عام وكل أمهات العالم بخير. وأمي وتحياتي إلك مع تحيات أخوك ريبر وحيد. في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي الفنان السوري من دمشق ريبر وحيد، وأشكر كل من تابعنا في هذا اللقاء. إلى لقاء آخر، دمتم برعاية الله. خبرني يا طير عن كل الحبايب، واذكرني بالخير حاضر ولو غايب. خبرني يا طير عن كل الحبايب، واذكرني بالخير حاضر ولو غايب. سمعني أحلى خبر، خبرني ما ظل صبر. سمعني أحلى خبر، خبرني ما ظل صبر. بالغربة ضاع العمر والشوق بيا دايب. بالغربة ضاع العمر والشوق بيا دايب.